قلت له انا نشفى حاجه مهمه. يومين قبل ما يكون المعسكر توفات امه، وراح كان معاها، وهذاك كان قبل اولا في المستشفى معاها، وتكلم معها لان مو حست بلي راح ترحل. ومن بعد حضر الجنازه وجاء من بعد الجنازه وما تكلم حتى مع حد. انا جاليه ما كنتش عارف اللي توفات امه. ومن بعد غير دخل المعسكر قال لي كوتش، قال لي باغي نتكلم معاك. جبدني وحدي تكلم، قال لي فوالا، قال لي باين يعني امي راهي ماتت عندها يومين. والله فاجأني. بون اولا سمعت الكل، ومن بعد تكلمت مع الطاقم التقني مع اللاعبين وكل باش يفهموا الوضعيه تاعو. قالها واش صار ومن بعد قلت لك انا في نفس الكلام. من بعد زدت كلمته قلت له باش تقدر يعني تنسحب يعني مسموح، لان يعني راك في وضعيه نفسيه صعبه، يعني باش تروح ترتاح قال لي لا، قال لي امي، هذه زين ناكد لك، قال لي امي اللي عطاتني قالت لي بالك ما تروحش المعسكر وتروح تلعب مع الجزائر.